أهلا بيكم معانا في استكشاف جديد لأفكار من كتاب عقل المطور. النهاردة هنركز أكتر على الجانب العملي. إزاي الأفكار دي بتتحول لأنظمة حقيقية، وإزاي بنتعامل مع الأخطاء اللي لازم هتحصل، والأهم عقلية المطور نفسها بتتطور إزاي. بالظبط كده. هدفنا ناخد خلاصة التجربة العملية دي. خلينا كده نشوف الدنيا بتمشي إزاي من جوه. تمام. والنقطة دي مهمة فعلا لأن الموضوع هنا مش مجرد أكواد وخلاص. الأفكار اللي هنتكلم فيها بتوضح طريقة تفكير معينة، يعني عقلية بتقدر تحول النظري لأرض الواقع وتتعامل مع التعقيبات بتاعت بناء وصيانة البرامج دي. خلينا نبدأ بالحتة الأولى، البناء نفسه. إزاي الفكرة دي بتتحول لسيستم شغال. المصادر بتأكد قوي على فكرة إننا نفكك المشكلة الكبيرة حتت صغيرة. أيوة، دي أساسية. وهنا بقى بتيجي أهمية ال APIs. المصادر مش بتقول إنها مجرد وصلة، لا، دي كأنها عقود. تمام. عقود بتنظم العلاقة بين الأجزاء المختلفة دي. بالظبط. وفكرة العقود دي مهمة جدا لأنها بتدي إحساس إن في اتفاق وفي قواعد واضحة للتعامل. العقد ده ممكن يتغير ويتطور زي أي اتفاق يعني، وده بيخلي الأنظمة مرنة وتقدر تتفاهم مع بعض كويس. وده بيودينا لنقطة تانية مهمة برضو بيطرحها المصدر، البنية نفسها. نمشي مايكرو سيرفيسز، خدمات صغيرة كده ومنفصلة، ولا نروح لمونوليث اللي هو النظام كله حتة واحدة؟ القرار ده فعلا مش سهل، والمصدر بيوضح إن ده مش بس اختيار تقني، لا، صح. ده بيأثر على طريقة شغل الفريق، على سرعة التطوير، وكمان على تعقيد الإدارة والتشغيل، بالذات مع المايكرو سيرفيسز الكتير دي. فعلا. عشان كده المصادر بتنبه إن التخطيط واختيار البنية الصح ده استثمار لازم، مش خطوة وخلاص. تماما. بيحذروا من الغلطة المشهورة بتاعت إن الواحد يخش يكتب كود على طول قبل ما يرسم الصورة الكبيرة، كأنك بتبني بيت من غير ما تشوف الرسم الهندسي بتاعه الأول. أيوه بالظبط. طيب، بنينا السيستم، وزي أي حاجة في الدنيا لازم يظهر مشاكل وشروخ، وده طبيعي جدا في البرمجة. ده بقى بينقلنا للنقطة التانية، التصحيح أو الديباجينج. والمصادر هنا بتقول حاجة ممكن تكون غريبة شوية. اللي هي ليه التعامل مع الأخطاء ساعات بيكون أهم من كتابة الكود الصح من أول مرة؟ لأنه بصي، عملية الديباجينج دي في جوهرها عملية تعلم قوية جدا. المصادر بتشبهها كأنها تحقيق جنائي، بتحاول تجمع أدلة وتفهم إيه اللي حصل بالظبط عشان تعرف سبب المشكلة. وهنا لازم نفرق بين أنواع الأخطاء. تمام. في أخطاء السنتكس اللي هي واضحة في الكتابة، وفي الران تايم ايرورز اللي بتظهر والبرنامج شغال. ويمكن الأصعب بقى هي أخطاء اللوجيك، المنطق زي نفسه. مثلا لو في شرط مكتوب غلط في حتة حسابات، ممكن تلاقي فاتورة العميل طالعة غلط خالص مع إن الكود شكله سليم 100%. بالظبط كده. والأخطاء دي ممكن تبقى خادعة قوي، ومن هنا بتيجي أهمية اللوجينج، تسجيل اللي بيحصل. المصادر بتسميها الصندوق الأسود بتاع النظام. بتسجل كل خطوة وكل حاجة عشان لما تحصل مشكلة نقدر نرجع ونشوف إيه اللي حصل بدل ما نقعد نخمن. التخمين ده فعلا مضيعة وقت رهيبة جدا، وغالبا مش بيوصل للسبب الحقيقي للمشكلة. طيب، من البناء والتصحيح بنوصل لحقيقة ثالثة في مجالنا، التغيير السريع ده. كل يوم فيه جديد، وده ياخدنا لآخر قسم معنا، التطور والنمو. السؤال هنا إزاي المطور يفضل ماشي مع كل التحديثات دي من غير ما يتوه؟ المصادر هنا بتتكلم عن تحدي التوازن، يعني بين إنك تتعلم حاجات كتير بشكل أفقي، تعرف عن كذا مجال، وبين إنك تتخصص قوي وتتعمق في حتة معينة. ومفيش إجابة واحدة تنفع لكل الناس. دي موازنة كل واحد بيعملها حسب هو عايز إيه وظروف شغله. وفي الرحلة دي المصادر بتركز على حاجتين بيساعدوا. أول حاجة الدوكيومنتيشن، التوثيق الكويس. أيوة، مهمة جدا. مش مجرد ورق بيترمي، لا، دي زي خريطة للسيستم بتساعد أي حد يفهم الدنيا ماشية إزاي. والحاجة التانية هي الكوميونيتي، مجتمع المطورين. ده كنز فعلا، تلاقي خبرات ومعلومات كتيرة قوي، تسأل وتلاقي الناس ترد عليك وتتعلم من تجارب ناس عدت بنفس المشاكل. بس طبعا مش دايما الاعتماد عليه كفاية، بالذات لو شغال على حاجة سرية قوي أو جديدة خالص. نقطة مهمة دي. الأدوات موجودة، بس الحكمة في استخدامها إمتى وإزاي هي الأهم. يبقى احنا كده في رحلتنا السريعة دي جوه عقل المطور لمسنا كذا نقطة أساسية.
القدرة على تفكيك المشاكل، التعامل مع ال APIs كعلاقات، فهم الأخطاء كجزء من التعلم، وإدراك إن التطور ده محتاج تخطيط وذكاء. فعلا. الموضوع طلع أعمق بكتير من مجرد كتابة كود وخلاص. بالظبط. ويمكن ده يخلينا نفكر في سؤال أخير كده، هل المهارة الحقيقية للمطور بتقف عند إنه يعرف المفاهيم دي، يعني يعرف يعني إيه API وأنواع الأخطاء وأهمية التوثيق، ولا القيمة الأكبر فعلا في تطوير الحكمة، يعني القدرة على اختيار الأداة الصح في الوقت الصح وتطبيق المفهوم المناسب للسياق اللي بيتغير على طول ده؟ مم. يمكن دي هي فعلا البصوة اللي بتميز عقل المطور الحقيقي.